زمان وأنا صغير كنا حوالي 7، 8 سنين. أنا وأختي هي أكبر مني ب3 سنين. فأنا مثلًا كان عندي 8، 9 سنين، هي كان عندها مثلًا 12، 13 سنة. كنا دايمًا بابا وماما بيقعدوا يسألونا إن صليت والّا لأ. كل وقت صلاة، ضهر، إن صليت والّا لأ الضهر، صليت والّا لأ العصر، صليت والّا لأ المغرب، صليت والّا لأ العشا. فكنا كل يوم بيتسأل نفس السؤال، كل يوم لازم السؤال ده يتسأل، لدرجة إن إحنا كنا صغيرين كنا نحس إن الموضوع بقى تقيل أوي. هو إيه ده؟ هو كل يوم بتسألوا نفس السؤال؟ ما صلّيت، صلّيت، صلّيت. طبعًا إحنا مش كنا بنصلّي بالكفاءة العالية اللي هو بنصلّي إحنا وإحنا صغيرين كده كنا بنصلّي وننزل على طول. فده طبعًا ما كانش صلاة. يعني الصلاة دي ما كانش صلاة، ولكن عشان خاطر إن إحنا نرضي بابا وماما إحنا صلّينا، فكنا إحنا بنصلّي. ولكن بعد ما كبرنا كده شوية، حسّينا إن هو لأ، إحنا لازم نعرف أصلًا ليه بنصلّي، إيه فايدة الصلاة والحاجات دي كلّها. فكانوا بابا وماما بيقعدوا يشرحوا لنا إيه فايدة الصلاة وبنصلّي ليه والحاجات دي كلّها. بس برضه كنا لسه عقلنا صغير، مش مدركين الإدراك الكامل إن إحنا برضه إن إحنا لازم نصلّي. لحد ما كبرنا أكتر وبقى مثلًا عندنا 15 سَنة وبلغنا وكده، فبدأنا إن إحنا فعلًا نفهم يعني إيه صلاة، نفهم إيه فايدة الصلاة، نستشعر الصلاة. طبعًا الكلام اللي هاقوله ده أنا مش شيخ، أنا مش مُفقّه بالدين بشكل كامل، أنا مش اللي هو يعني إيه، مش بانزل أصلّي في الجامع كل الصلوات ولا اللي هو خارب الدنيا في الفقه والدين، لأ. أنا شخص عادي جدًا، باحاول إن أنا أكون صالح، يعني أحتسب نَفْسي أنا وأنتم إن إحنا نكون صالحين، باحاول إن أنا ألتزم في الصلاة، باحاول إن أنا أكون خاشع في الصلاة. باحاول، يعني إحنا بنجاهد، إحنا أصلًا في الحياة دي بنجاهد. فعشان كده الكلام اللي هاقوله هو نابع من تجاربي الشخصية، نابع من الكلام فعلًا اللي هو حصل لي، فباحاول أوصّل لكم إن أنتم ليه ما تعملوش كده. فعشان حد ما أي حاجة أقولها مثلًا في الفيديو ده غلط أو صح، ما حدش يقول لي ما ده شيخ ما بيقولش كده، في شيوخ ما بتقولش كده. فهو إحنا مش بنتكلم كشيخ والشخص بيسمعني، لأ، باتكلم كشخص طبيعي مع شخص طبيعي بيسمعني مش ملتزم في الصلاة. الالتزام في الصلاة ده من الحاجات اللي أنا مثلًا مش عارف من كام سنة، يعني الحمد لله مثلًا من 10 سنين مثلًا بدأت إن أنا ألتزم في الصلاة. عشان من وأنا صغير مثلًا كنت باقعد أقول لبابا وماما أنا صليت، بس طبعًا كانت الصلاة اللي هو إيه، هوب، هوب بسرعة جدًا. فبعديها كده لمّا جيت قعدت مثلًا بقى فترة إن أنا أصلّي، الحمد لله بقيت أصلّي كويس، بقيت أصلّي في هدوء. طبعًا كانت في متابعة كبيرة جدًا، كان بابا وماما بيقعدوا مثلًا يقولوا لي: "صلّي بالراحة، ما ت أنت ما لحقتش مثلًا تركع، ما لحقتش مثلًا تسجد، ما لحقتش مثلًا تقوم، لأ الصلاة اللي أنت صليتها دي صلاة مش نافعة." فطبعًا لو أي أم وأب بيسمعوني يحاولوا إن هم ينصحوا الأولاد، لإن ده مش عيب، لإن ده ما فيهاش كسوف ولا أي حاجة. فقعدنا كده فترة كبيرة حبّة حلوين من وإحنا صغيرين، فبدأنا إن إحنا نطلع لأ، ما ينفعش إن إحنا نصلّي كده بسرعة، لازم نصلّي بتأني، لازم نصلّي بالراحة. فلمّا جيت بقى كبرت كده وقعدت أقول هي فايدة الصلاة إيه؟ يعني أنا باصلّي مثلًا بقى لي 20 سَنة، أنا باصلّي ليه؟ فلمّا قعدت أبحث كده، لقيت أصلًا إن أول حاجة بنتحاسب عليها يوم القيامة هي الصلاة. ربنا أول حاجة بيسألك أنت صلّيت والّا لأ؟ وطبعًا، طبعًا الحديث المشهور الصلاة عماد الدين، من أقامها أقام الدين. يعني أنت لو صلّيت هتكون خلاص أنت أقمت الدين كلّه. وطبعًا الصلاة ركن من أركان الإسلام، أركان الإسلام 5 أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، إقام الصلاة. فأنت لمّا تقيم الصلاة دي طلعت حاجة كبيرة أوي، دي طلعت إن أنا لمّا بابحث بالاقي كل شوية إن الموضوع بتاعها كبير بشكل اللي هو فعلًا أنا إزاي مش باصلّي؟ إزاي؟ ده أنا هاتحاسب عليها يوم القيامة، ده أنا أول حاجة ربنا هيسألني عليها، ده أنا الصلاة اللي أنا سِبتها في يوم كذا، الساعة كذا، في سنة كذا، في دقيقة كذا، في ثانية كذا، أنا هاتحاسب عليها. فالموضوع طلع إن هو يعني مش سهل، مش سهل إن أنا أسيب صلاة، مش سهل إن أنا أجمّع كل الصلوات في وقت واحد، مش سهل إن أنا لمّا آجي أصلّي بسرعة وأقوم. فلقيت إن الموضوع كبير أوي. طبعًا، طبعًا كان أكتر رُكن لازم إن أنا ساعتها من وأنا صغير أنا بقى أصلّي كده، عرفت ساعتها إن أكتر رُكن لازم نعمله في الصلاة وهو الهدوء
والسكينة، إن أنا أكون شخص هادي وساكن، شخص إن هو لمّا بييجي يصلّي وهو عقله مش مشغول بحاجة تانية، عقله يكون مركّز في الصلاة. فطبعًا دي برضه من الحاجات اللي مش كل الناس بتعملها، حتى أنا مش باعرف إن أنا أوقّف عقلي عن كل حاجة، لأ، طبعًا إحنا بني آدمين بنحاول نجاهد، الحياة اليومية والضغوطات اليومية بتيجي في دماغنا كمان أكتر وإحنا بنصلّي، بييجي الشيطان يقف هنا ويقعد بقى يوسوس والحاجات دي، فإحنا بنحاول نجاهد نفسنا في الحتّة دي، بس مش الحتّة دي اللي أنا هاتكلّم عليها، لأ، أنا هاتكلّم أصلًا إن إحنا ليه ما نقومش نصلّي، ليه ما نقررش إن إحنا نقوم نصلّي في الوقت، ليه بنجمّع الصلوات كلّها في وقت واحد، ليه إن أنا ممكن أصلًا أنسى يوم بحاله ما أصلّيش. فما تقوليش إن أنا مشغول، ما تقولش إن أنا أصل أنا ما كانش عندي وقت فاضي، أصل أنا ما كانش إيه، أصل أنا ما كانش إيه. اعتبر نَفْسك أول ما حد ييجي يتصل عليك هتعمل إيه؟ هترُد، يقول لك أنا عايزك ضروري دلوقتي حالًا، هتسيب كل اللي في إيديك، فعلًا بمعنى الكلمة هتسيب كل اللي في إيديك، وما تكدبش، ما تقولش لأ أنا مش هاسيب اللي في إيديّا، لأ هتسيب اللي في إيديك وهتجري عليه. طَب أنت ليه ما فكّرتش إن ربنا بيعمل نَفْس الحركة دي؟ هو بينادي عليك، هو النداء ده ربنا بينادي عليك وبيقول لك تعالَ عشان تصلّي، تعالَ عشان ترجع لي، اشكِ لي حصل لك إيه، إيه الحاجة اللي أنت مضايقاك، اشكِ لي، فتبدأ إن أنت تروح لربنا. فإحنا ليه مش مثلًا في الوقت 5 دقايق من في اليوم، هو بالضبط عندنا 5 صلوات، 5 في 5 25 دقيقة، نُص ساعة مثلًا على مدار ال24 ساعة، يعني أنت اتبقى لك في اليوم 23 ساعة، ما تقعدش بقى تقول بقى 8 ساعات نايمين مش مهم، أنا باحسب لك لو أنت فضلت صاحي 24 ساعة، عندك نُص ساعة بس في اليوم أنت برضه هتصلّي فيها، تصلّي 5 دقايق، 5 دقايق، 5 دقايق. مش الوقت اللي هو إن أنت محسسني إن أنت ده لو حد طلب منك حاجة هتاخد وقت أكتر من ربنا عايزك 5 دقايق بس في اليوم، مش سهلة، مش سهلة إن أنت ما تصليش، لإن طبعًا أحاديث كتيرة جدًا بتتكلم عن الصلاة، وربنا أهم حاجة في يوم من الأيام هتتسأل عليها وهي الصلاة، أول حاجة هتتسأل عليها وهي الصلاة، وكمان ربنا ذاكر الصلاة في القرآن، وكمان ربنا قايل أنت في أي وقت حرب سفر كنت رايح في أي حتة عليك الصلاة، الصلاة مفروضة عليك، أيًا كان بقى أنت كنت رايح فين، وأنت خايف عملنا ربنا سبحانه وتعالى قال لك على صلاة الخوف، وأنت مسافر عملنا لك إن ربنا سبحانه وتعالى قال لك على صلاة وأنت مسافر تجمع أو إن أنت صلوات مثلًا مع بعض، وأنت في الحرب، صلاة الحرب برضه، فدي مش المشكلة اللي أنت هتيجي تُقف قدّامك وتقول أصل أنا مثلًا كنت في حرب، لأ أنت مش في حرب، ده في الحرب ذات نفسهم بي بيصلّوا، الناس خايفة ذات نفسها بتصلّي، فما تخلّيش إن حتّة الشيطان يدخل لك يا عم ده إحنا كنا مشغولين، يا عم ده إحنا كنا مش عارف إيه، الموضوع مش سهل زي ما أنت متصوّر، حاول تسمع أكتر أحاديث وشيوخ عن الصلاة، هتحس نفسك إن أنت مُقصّر بشكل رهيب بجد، هتحس إن أنت مهما لو كنت شيخ وبتصلّي بخشوع تام، هتحس إن أنت عندك نقص، هتحس إن أنت مش عارف أصلًا اللي أنا باعمله ده باصلّي ده مقبولة منّي أصلًا والّا مش مقبولة، يعني سبحان الله تعالى يعني إحنا ده كلّه بنصلّي والله أعلم هي ربنا قابلها مننا والّا لأ، فحاول إنّك تصلّي بجد وما تسمعش كلام الشيطان، وهاقول لك على تريكات تحاول إنّك تعملها عشان خاطر إن أنت تحاول إنك تصلّي بانتظام كل صلاة في ميعادها، عشان خاطر تصلّي كل صلاة في ميعادها، ما تجمّعش صلوات مع بعض، ما تقولش إن أنت تنسى، في حركة أنا مش عارف بصراحة هي صح والّا غلط، بس أنا سمعتها من حد، وهو إنك تمسك فرض واحد، يعني مثلًا زي صلاة الفجر، تاخدها على مدار 25 يوم، من 20 ل25 يوم تصلّيهم بالضبط، ما تسيبش فرض في يوم، أول ما الصلاة تقول الله أكبر تقوم على طول تصلّي. لمدة 25 يوم، ولو سِبت يوم أو إن أنت نسيت يوم تتعاقب عقاب شديد، إزاي؟ إنك تصوم مثلًا، إنك مثلًا في حاجة كنت نِفْسك تجيبها ما تجيبهاش، إنك كنت مثلًا عايز تسافر ما تسافرش، فإنك تعاقب عقاب مش لَيِّن، صعب، عشان الموضوع في الآخر هيبقى صعب جدًا، أو خلّي إن حد هو رقيب عليك، يعني مثلًا يشوفك إيه، أنت صليت النهارده؟ زي ما كنا صغيرين بالضبط، بابا وماما يقعدوا يسألونا أنت صليت؟ ما صليتش؟ طب ما صليتش ليه؟ هكذا، فأنت حاول إنك تخلّي حد رقيب عليك عشان أنت هتكون لَيِّن وهيِّن مع نفسك كده، فحاول تكون حد رقيب عليك، وبعد كده
تبدأ إنك تدخّل الضهر بعد 25 يوم، تدخّل الضهر مع الفجر تصلّيهم الاتنين مع بعض، وبرضه لو ما صليتهمش تعمل عقاب، وبعد كده العصر، وبعد كده المغرب، وبعد كده العشا، وبعد كده إنك تصلّي ال5 صلوات بالضبط. طبعًا ده مش معناه وأنت بتصلّي الفجر بس في أول 25 يوم إنك تسيب ال4 صلوات، لأ، إنك تصلّيهم وحاول تصلّيهم في ميعادهم، بس هتلاقي مثلًا في صلاة وقعت، في صلاة هتجمّعها مع الضهر مش هنعمل فيها حاجة، هتعدّيها عادي، بس إنك تمسك أول حاجة وبعد كده 2 مع بعض، بعد كده 3 مع بعض، بعد كده 4 مع بعض، بعد كده 5 مع بعض. تحاول إنك تعمل كده لو أنت فعلًا مش عارف تصلّي ال5 صلوات على طول بانتظام. طب بعد كده هل ممكن أعمل حاجة تانية؟ ممكن تعمل حاجة تانية، ممكن إنك تعمل ورقة كده وتبدأ إنك تشوف أنت صليت النهارده الفجر بانتظام والّا لأ، ما صليتوش بانتظام ليه؟ إيه المانع إن أنت ما تصليش؟ وبرضه تعاقب نفسك لو أنت ما صليتش. وحاول كمان التركة التالتة، حاول إنك أول ما تسمع الأذان إنك على طول تجري تتوضى وتقف تستنى الصلاة. ليه؟ كان زمان كانوا الناس اللي هي بتزرع الأرض كانوا بيجيب الفاس كده وأول ما يزرع يعني على طول بيجيب كده الفاس ويحطه على الأرض ويرجعوا تاني أول ما يسمع الصلاة بيروح موقع على طول الفاس. ليه؟ عشان خاطر بيقول ربنا ده عليا. أول ما أكمل هلاقي الشيطان بقى إيه؟ طب كمل الحتة دي وبعد كده أقوم، طب كمل الحتة دي بعد كده أقوم، فهو كان عايز يكسر الشيطان من الأول فبيروح يرمي الفاس على طول ويروح يجري للصلاة. فأنت حاول إن أنت لو ماسك أي حاجة في إيديك حاول انك تسيبها على طول عشان الشيطان ما يدخلش على طول ويقول لك طب استنى خلص الحته دي، طب المحاضره دي، طب القطعه دي، طب مش عارفه ايه، لا حاول انك تسيبها على طول وبعد كده هترجع تلاقيها زي ما هي مش هتتغير اي حاجه والله، هي مجرد 5 دقايق اكنك خدت بريك 5 دقايق وتروح تصلي وترجع على طول. رابع حاجه وهي التشجيع، انك تشجع حد او انت وحد تشجعوا بعض انك تقوموا تصلوا، يلا نقوم نصلي احنا ما صليناش احنا ما عملناش. ودي تحاول إنك مثلًا تشجّعوا بعض، صحابي يشجّعوا بعض، إخواتي يشجّعوا بعض، قرايبي يشجّعوا بعض، تحاول إنك تلاقي حد يشجّع التاني مع بعض. طبعًا هي الصلاة فيها حاجات كتيرة جدًا، حاول إنك تلتزم ب5 صلوات، وبعد كده واحدة، واحدة تبدأ تدخّل السُنن، تبدأ تدخّل قيام الليل، تبدأ بقى تدخّل صلاة الاستخارة، تبدأ تدخّل حاجات كتيرة جدًا، صلوات كتيرة جدًا وإحنا اللي محتاجينها، يعني ربنا سبحانه وتعالى هو مش محتاج إن حد يصلّي وإن هو ده إحنا اللي محتاجينها، زي بالضبط كده إحنا محتاجين ناكل ونشرب، إحنا محتاجين إن في حاجة الروح بتاعنا الداخلية إنها تكون تتغذى بالسكينة والهدوء والطمأنينة. وبجد أنا عايزك بعد الفيديو ده إنك تقفل وتاخد عهد مع نفسك إنك هتصلي بانتظام، إنك هتبدأ إن أنت ما تسيبش فرض، تبدأ إنك ما تجمعش الصلوات على بعضها. فدي حاجات كتيرة جدًا، وأهم حاجة، أهم حاجة بجد حاول إنك ما تتأثّرش باللي حواليك. إزاي؟ إنك مثلًا مش اللي حواليك مش بيصلّوا فأنت ما تصلّيش، لأ، حاول أنت اللي تشجّعهم وتقول لهم يالّا نصلّي، حاول تقول لهم لأ يا جماعة أنا هاصلّي الأول وارجع تاني. بجد والله العظيم يعني بتختلف جدًا. يعني في مواقف كتيرة جدًا، يعني أنا مثلًا لمّا كان عندي محاضرات وإحنا في المحاضرة في الدور الخامس، فعشان أنزل وأروح الجامع مسافة طويلة شوية. فعلى طول كنت باروح مسجد مثلًا في الكلية، فباروح وكانت المحاضرة مثلًا بتبدأ الساعة 13:00 وهُم مثلًا بيخلّصوا الإقامة والصلاة وكده الساعة 13:00. فدايمًا أمّا باروح أصلّي وارجع، بابقى عندي ثقة تامة إن ربنا عمره ما يعني عمره ما هيضيّعني، عمره ما هيخلّي الدكتور يطردني، عمره ما هيحصل أي حاجة. ليه؟ أنا رُحت لربنا ولجأت له، فعمري ربنا ما هيضيّعني. وفعلًا كنت دايمًا باروح المحاضرات بيكون الدكتور لسه ما جاش، أو كنت باروح والاقي مثلًا الدكتور واقف برّه، فما تتحججش وتقول أصل لو رُحت مش هالحق وبتاع، لأ، ربنا عمره ما هيسيبك أبدًا ولا يضيّعك. فبجد حاجات كتيرة أوي، أوي عن الصلاة. حاول تسمع شيوخ كتير، حاول تسمع بودكاست عن الصلاة. من أحلى البودكاست هاحاول أحطها لكم هنا، أنا مش فاكر اسمها بس هي كانت بتاع الشيخ أحمد العربي. فبجد كان بيتكلم عن الصلاة تحس إن أنت أصلًا صفر. فحاول إنك تسمعه. فبجد وعايزكم بعد الفيديو ده إنك تتعاهد نفسك بينك وبين نفسك إنك عمرك ما هتسيب فرض ولا إنك تجمّع الاتنين مع بعض. وكمان اللي ما يعرفش يعني دي إن شاء الله هتكون سلسلة دايمًا هنسميها خلّيك ماشي صح، هي هتكون مكبّرة من سلسلة ليه لأ اللي على الإنستجرام والتيك توك. اللي ما يعرفش سلسلة ليه لأ على الإنستجرام والتيك توك هي سلسلة بنسأل فيها أسئلة لنفسنا، بنستوقف نفسنا كده، بنشوف هو إحنا ليه لأ ما نعملش الحاجة دي.
فقررت إن إحنا نعملها سلسلة على اليوتيوب، هنبدأ بيها إن شاء الله دلوقتي الصلاة، وهنمشي step by step خطوة خطوة كده زي خطوات البيبي، إن إحنا نتعلم حاجة ورا حاجة. وزي ما قلت لكم قبل كده، أنا مش شيخ، أنا مش أحد أفقه في الدين، ومش اللي هو كله. أنا بحاول إن أنا أجاهد نفسي، وبحاول إن أنا أشدكم معايا، لعل وعسى نتقابل في الجنة إن شاء الله. وده كان آخر الفيديو، يا رب تكون استفدتوا لو نسبة 1%. متنسوش إن انتوا تبعتوا الفيديو ده لأي شخص عايزه إن هو يبدأ الصلاة معاك، وإن هو يصلي، وتشجعوا بعض، وحاولوا إن انتوا تعملوا خطة يومية إن انتوا فعلا تصلوا مع بعض. متنسوش تتابعوني على كل السوشيال ميديا، وأشوفكم في الفيديو الجاي إن شاء الله. باي باي.